انا يوسف عثمان. وانا خالد يوسف. قلتها صح المره. الحمد لله. بس انا عدنا قبل كده، انتوا ما تعرفوش حاجه. الحلقه الاولانيه لو انت ما شفتهاش المفروض تقفل دلوقتي، عيب يعني، المفروض تتفرج على الحاجات بالترتيب يا بابا. اقفل دلوقتي، ممكن اصلا النت عندكم بطيء فمش هيحمل الفيديوهين مع بعض، فاقفل التاب دي وافتح الفيديو التاني. رجعت، ازيك عامل ايه؟ خالد، دلوقتي احنا النهارده بنتكلم عن ايه؟ احنا النهارده بنتكلم عن، قبل ما نتكلم بس عن حاجه، انت ايه التيشيرت اللي انت لابسها دي؟ انا زعلان على حال مانشستر. ليه يا يوسف؟ احنا يا جماعه ربنا بلانا ولازم نستحمل اللي احنا فيه. احنا من ساعه ما السير اعتزلوا عاملين زي الطفل اللي فقد امه، وهي امه عايشه وكل حاجه، بس هي هربت مع ابوه، والواد يا عيني قاعد من غير تربيه وقاعد من غير. احنا بنشوف فانجال وبنشوف مويس وبنشوف، بس يا بيه خدنا دخيا يا بيه، وقعد دخيا في مانشستر يونايتد وما راحش ريال مدريد و12 دقيقه في الفيديو الاولاني دي برضه 12 دقيقه. هاته بس عشان احنا هناخده كده كده. انت مشجع ريال مدريد ليه؟ عشان زيدان وروبرتو كارلوس ورونالدو؟ لا، مشجع ريال مدريد من زمان. ده اول موسم لريال مدريد معايا، ده تاني موسم لريال مدريد معايا، ده تالت موسم لريال مدريد معايا، ده رابع موسم، ودي كل مواسمي معايا. انا كده هشجع انا ريال مدريد يا عم. ايه ده؟ انا بحب ستايل ريال مدريد، يعني مش باين له كده هو حلو ولا وحش، يعني يبقى حلو قوي 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 ويجي قدام برشلونه ياخد 4، وبعد كده يبقى حلو قوي قوي ويجي في الفاينل يروح خسران، يبقى حلو قوي 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 ويجي في اخر ماتشين يروح خسران مثلا من سيلتا فيجو. انت بتحب الدراما؟ الفرقه على طول بتكسب مملة. ممله. يعني انا بشجع برشلونه بصراحه، انت حياتك ممله. ايه ده؟ احنا هنتكلم النهارده عن اللعيبه المصريين، وعن الجمهور المصري، وعن المدربين المصريين اللي هو بيدربوا كل الانديه اللي في الدنيا، وعن الجمهور، وعن المخرجين اللي بيصوروا الماتشات اللي هي العجيبه اللي بنشوفها في الدوري المصري. انت ايه مشكلتك مع اللعيبه المصريه وهي داخله الملعب؟ بتحس بايه وهم داخلين الملعب؟ تحس ان هم متضايقين صح؟ انا بحس انه تنشن، يعني يا عم بالراحه ده ماتش. مش تنشن، تحس ان هو داخل قرفان من نفسه شويه، يعني متضايق شويه. اصل بصراحه اللي هيلعب في الملاعب دي لازم يكون قرفان. يعني انت بتشوف دي مزارع بطاطس. دلوقتي اللعيبه بره بتستخدم انستجرام بطريقه، بتحط صور قبل الماتش لا، وبعدين تلاقيهم ايه قبل الماتش كده، تلاقيهم حاطين صوره وهم الماتش بتاع في ماتش قبل كده او مش عارف ايه، وجايبين هم والفريق مع بعض. لكن هنا في مصر بشوف ان اللعيبه دايما بيستخدموا السوشيال ميديا بطريقه غريبه شويه، بيشتموا بعض زي مثلا بيمسكوا فلافل. لا زي ميدو. الراجل قال له انت ازاي كنت بتلعب ما اعرفش، قال له اشترك انت وامك. شفت صوره عمرو جمال وهو لابس بنطلون جينز مقطع وقلع التيشيرت ومتصور على السرير وعامل كده؟ اللعيبه بيتكلموا في اللقاءات وهو بيتكلم، هو مش مجمع، هو بيقول 3 جمل بالظبط. الحمد لله على 3 بونت، احنا تعليمات الكابتن مش عارف ايه، ونزلنا الملعب والحمد لله، ربنا على الجمهور اللي جاب رونالدو الحمد لله والحمد لله. وانت مش فاهم بيقول ايه؟ وحافظ كام جمله وكسب. لو خسروا يعملوا ايه بقى؟ ارضيه الملعب والتحكيم ومفيش جمهور، ولو هو في نادي من غير جمهور يقول لك الجمهور برضه. بشكر ربنا الحمد لله على الاداء والمكسب، وبشكر دعاء والدتي. ده مره بشير التبعي لما كان بيلعب في نادي ايه والله ما فاكر، كان بيلعب يعني، وراح ادى هيد بط للحكم، الحكم بيقوم او هو بشير التبعي يقوم ديب الحكم خد. يعني بشير التبعي بس جامد. بس دلوقتي في صوره ليه منتشره كده، يا ريت ما تعملش جوجل عليها. ميدو في ازاي ويست هام زمالك كان بيلعب الجون، الماتش اللي هو خلى شريف اكرامي يرجع الاهلي تاني. فالماتش ده في اخره الحكم بيديله انذار وميدو كان على الارض، فهو قاعد على الواد بتاع الجونه وقاعد كده وبص للحكم اللي قاعد على كنبه بيتهم. لا وبعدين بتاعت حسام غالي ديت لما راح مسك الواد كانه كيس زباله كده ورماه بره الملعب عادي بيساعده. انا عمري ما شفت مدرب في مصر عنده كده يعني ستايل كاريزما ماشي بيها. يا حلمي طولان، طارق يحيى، الاسطى فاروق جعفر، لازم خلينا نتكلم كفنيين. كل الناس دي لفت على كميه انديه لدرجه ما تفتكرش مين كان بيدرب مين. بس انا مش عارف هل هي المشكله في المدرب ولا في النادي، لان انا بشوف مدربين كتير قوي بيروحوا يجوا في نفس مكعبات كده ويفضل ده يروح هنا وده يقعد هنا وده يجي هنا، وفي نفس الوقت ما بلاقيش تغيير. احنا عندنا مدرسه كسبان قدام الاهلي او الزمالك دافع، خسران قدام الاهلي او الزمالك هتعمل تبديل بتبديل زي ما هو وربنا يكرم، يمكن هجمه مرتده ولا اي حاجه نجيب بيها جوان. انت شفت مجدي عبد الغني لما دخل السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الراجل اتخض، الراجل كفر ده اتخض، الراجل عمل كده اللي هو ايه ده؟ الاخراج بقى ده حوار. الاستاذ محمد ناصر الدين وهو بيخرج ماتشات الاهلي وبتاع، في مره كان ماتش الاهلي والاسماعيلي اللي هو في برج العرب جون عبد الله السعيد ده، فالكاميرا جايبه هو بقى الاستاذ محمد، طبعا غير انه بيجيب بنات واي واحده حلوه واي طفل وقطه في المدرجات وحاجه كده، فرفع الكاميرا على القمر، جايبين قمر في مدحت شلبي، والله مصر جميله وحلوه. مصر ايه يا عم ده جايب القمر. فمثلا خالد نلاقي المخرجين يعني بدل هو يجيب الماتش بتروح جايب صوره قطه معاه، مثلا قطه قاعده في المدرج. ايه ده؟ معلش القطه دي، تعرف القطه عنده كام سنه؟ كام؟ محمد ناصر الدين يقول لنا وقطه داخل الملعب. الجمهور لو الفرقه كسبانه
الحمد لله النهارده عملنا الثلاث تغييرات واللعيبه ادت النهارده، ومؤمن زكريا راجل قوي. لو في حد ذكر عن النادي ده هشجعه، والدغري يطلع لي والمانجا باظت. اكل البط البدني لما احمد فتحي مثلا يعمل حاجه يرفع رفعه عدله، احمد فتحي رجع لمستواه. لما يرفع رفعه خرا طول، يعني رفعه وحشه، رفعات طول الماتش ما يلعبش كويس، يقول لك إيه والله مستوى مقبول، ومستوى اللي هو احنا بنحكم على الناس من اي جون لعيب نهلله ونشيله على كتافنا، والنجم القادم عمرو جمال، والنجم القادم ومش عارف ايه وبتاع، ولو ما عملش اي حاجه يقول لك معلش هو لسه صغير. احنا الجمهور عندنا هنا لو بيحب لعيب يعني هيسامحه في كل حاجه، فاهم؟ هتلاقيه بيسامحه في كل حاجه. مين اللعيب اللي احنا سامحناه على ان احنا ما طلعناش كاس عالم؟ بركات. بركات كرة الجزائر اللي في اخر والفكره انه بعديها بشهرين الاهلي لاعب انبي وحط كرة نفس الكوره على نفس الجون في استاد القاهره برفعه ودخلها جون. بس دمه خفيف، هو دمه خفيف الصراحه. شفت انا دمه خفيف يا كابتن 8 يا كابتن. لا بركات. والبرنامج ده كان حلو والله، وباين قد ايه لعيبه الكوره هبله. بركات ده يا ده لو جالك. لا انت شفت الفيديو بقى بتاع الراجل الزملكاوي ده اللي كان بيتكلم، اللي بيعيط ده اللي هو بيتكلم مستنيني والله العظيم ما عارف، يعني انا مش اروح ازاي؟ والله العظيم مش عارف اروح. انا هروح عند والدتي عشان ما اروحش بيتي، عشان انا عارف ان في ناس مستنياني دلوقتي. وفي واحد زملكاوي تاني الولد اللي هو عيط ده بعد ما خسروا الكاس. يا ابني مؤاخذة يا جماعة بقى، معلش بقى، احنا اهلاوية واحنا خالد الغندور بتوع البرنامج ده. نادي الزمالك فن وهنلعبه وهندسة ومدرسة والثعلب الصغير والثعلب الكبير وميدو وكابتن هشام يكن والبرنس اشرف قاسم. هنتكلم عن نادي الزمالك حازم امام. طب يا جماعة احنا كده خلصنا حلقتنا بتاعت النهارده، ومن فضلك قول لاصحابك يتفرجوا علينا عشان احنا ناس ديسبريت قوي. باي باي يا جماعة.